السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم جبت لكم البنات كيكه بدون دقيق ابيض وبدون السكر، صحيه، كتصلح للناس اللي كيديروا الرياضه ولا كيديروا الريجيم واللي متبعين الاكل الصحي. هذه الصراحه كتجي غزاله ولذيذه، واللي دقها عندكم عسي يقول لك عطيني المقادير. الصراحه جات واعره والله العظيم البنات، غير بالشوفان وبدون السكر يعني. او تشوفوا الطريقه وتشوفوا طريقه التحضير والمقادير وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله، نبداو بالطريقه والمقادير. عندي هنا 2 بنانات البنات، كنشدوا الخلاط وكنديروا فيه المقادير كامله. كنقطعوا فيها 2 بنانات، كنقطعوه طريفات صغار، يكونوا البنات يكونوا متوسطين. وكنزيدوا عليهم 3 البيضات، كنزيدوا عندنا البنات كنزيدوا خنيشه ديال الفاني عفوا. وكناخذوا هنايا 2 معالق كبار ديال العسل، يكون عندكم العسل يكون زوين ممتاز. كنديروا 2 معالق كبار. كناخذوا من بعد ثاني نص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال الحليب. صافي كنديروه في الطراب، كنطربوه هذاك الخليط، هذيك المقادير كلها كنطربوها في الطحانه. من بعد عاد كنزيدوا المقادير من الفوق البنات. نكملوا الوصفه ديالنا ان شاء الله. من بعد من طحنا البنات كنزيدوا كاس ديال الشوفان، كنبدا نطحنو حتى كنحصلوا على القوام اللي بغينا حنايا. وكنزيدوا على 2 خمارات. الطريقه ساهله البنات، والانسان يديرها لوليداتو في الصباح يمشيو للمدرسه يوجدها لوليداتو، راه صحيه. كنطربوا ثاني عاوتاني البنات، وكنعاوتاني كنزيدوا كاس ثاني، ولا شفتوا الخليط جاكم خفيف كنزيدوا نص كاس على حسب النوعيه ديال الشوفان اللي عندكم البنات. كاين نوعيه ديال الشوفان اللي كيشرب دغيا، وكاين النوع اللي كيكون ثقيل، على حسب. كنزيدوا كاس ثاني وكنرجعوا نطربوا نطحنوا كلشي. ومن بعد كناخذ هاد الموله البنات كندهن به شويه ديال الزبده وشويه ديال الطحين باش ما يلصقش لكم، باش ما تلصقش لكم الكيكه ديالكم. صافي هذا هو، كبينا الخليط كامل. عندنا هنا شويه ديال الزبيب، خليناه يرطب شويه، ومن بعد كنصفيوهم تكلمه وكنديروه من الفوق. الا كان عندكم شويه ديال الكركاع، شويه ديال اللوز، زيدوا هذاك حتى هو كيجي زوين. وعندنا حبيبات ديال الشكلاط اللي كنديروا في كوكيز، كنديروه من الفوق كما قلت لكم، حسب شنو اللي عندكم موجود عندكم في الدار. فواكه جافه كلها مزيانه. من بعد كندخلوها للفرانه البنات، كنشعلوا عليها من التحت، كتكون الفران كيكون فران سخون. من بعد ملي كتحمر لينا من التحت كنشعلوا عليها من الفوق وكنخرجوها بالصحه والراحه. هذا هو الشكل النهائي، كتجي رطبه كتدف في الفم. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم البنات، وشكرا على المتابعه.